احتفالات مبتدعة في دين النصارى، أي لم تكن لدى النصارى في أوائل أمرهم، فلا سيدنا المسيح عليه السلام أمر بذلك ولا أتباعه احتفلوا بعيد ميلاده لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، إنما هي بدعة حدثت بعد 3 قرون ونيف، يعني في القرن الرابع للميلاد 300 وشوي. ثم رجل مشهور معروف اشتهر في ذلكم العهد وقد تنصر واخترق النصارى، وأصله يهودي يسمى بولس واسمه الحقيقي شاول. اخترق النصارى واستطاع أن يتمركز ويتمكن فيهم، واستطاع أن يحرف النصرانية وأن يبدل في أصولها. فالدولة الرومانية كانت تقوم على اعتقادات شركية وثنية، فأرادوا أن يدمجوا العقيدة النصرانية حتى تصبح عقيدة الشعب. فحاول هذا بولس أن يطوع العقيدة والأصول والشريعة النصرانية لهذه العادات الشركية الوثنية، فأوجد عقيدة التثليث، هذه عقيدة الأب والابن والروح القدس. ادعوا أن لله ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقضية الصلب وقضية المنقذ والمخلص وكل غير ذلك من الشركيات. هذا وقع، ثم توج ذلك السلطان والملك قسطنطين في الدولة الرومانية، توج ذلك بمؤتمرا دوليا عاما ليجمع فيه كافة الرعية على عقيدة النصارى الجديدة. ووقع مؤتمر دولي عظيم، مؤتمر نيقيا، هذا وقع سنة 325 للميلاد، فوقع فيه تركيز وتثبيت هذه العقيدة الجديدة، عقيدة التثليث. ومن هنا وجد الاحتفال بعيد ميلاد المسيح اللي هو أصله عيد وثني، عيد الشمس، يعبدون فيه الشمس والإله يسمى بعل. 25 ديسمبر هو هذا التاريخ عيد ميلاد وثني، فجعلوه عيدا من ميلاد المسيح. وسيدنا المسيح ولد في آخر الصيف، حيث أن السيدة مريم كما سنرى قد أكلت التمر في وقت ذلك عند الجني، وهذا الوقت الذي ولد فيه سيدنا المسيح كان صيفا في آخر الصيف في أول الخريف، وليس في الشتاء في شهر ديسمبر، فجعلوه هذا العيد الوثني جعلوه عيدا لميلاد المسيح، فهو عيد مبتدع. وكانت الكنيسة وكان رجال الدين النصارى يحذرون من الاحتفال بهذا العيد لأنه عيد وثني. وقد صرح سنة 2013 البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بأن الاحتفال بعيد الميلاد هو جاهلية لا أصل لها في الإنجيل، هو عيد مبتدع، قال هو عيد جاهلي، هي جاهلية لا أصل لها في الإنجيل.